خسارة فريق ريال مدريد مع فريق إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني في الجولة 22. هاي الطريقة اللي كان يخسر فيها فريق برشلونة مع الفرق الصغيرة بالتكتل الدفاعي وعدم إعطاء مساحات للفرق اللي بتصنع أكبر عدد من الفرص. هذا طبعا الإشي كان يوقع فيه برشلونة، ويطلع فئة من جمهور ريال مدريد يناكف جمهور برشلونة على خسارة برشلونة مع الفرق الصغيرة. هيا كمدريدي أنت خسرت بنفس الطريقة. التكتل الدفاعي لهاي الفرق بخلق مساحات للفريق اللي بيصنع أكبر عدد من الفرص، وبيستغلوا فرصة أو فرصتين تسنح لهم في المباراة، بسجلوا هدف وبرجعوا يتكتلوا دفاعيا. هاي الفرق حتى لو ما فازت، لو ما سجلت أهداف وخرجت بنتيجة التعادل، تعتبر حالها يعني فازت، لأنه هي جابت نقطة أو 3 نقاط. يعني إذا فازت مستحيلة، تقدر نحكي عنها مستحيلة، لكن اسبانيول فعلها وفاز على ريال مدريد في هاي المباراة. طبعا زي ما حكينا، هاي الفرصة صارت سانحة لفريق برشلونة، تقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 4 نقاط إذا فاز بكرة، ومحاولة استعادة الصدارة في الجولات القادمة. بنحكي لفريق اسبانيول شكرا اسبانيول، وبنحكي لجمهور ريال مدريد كل اسبانيول وانتم بخير، روحوا ناموا بكرة عندكم دوام.